دي ازيكم يا رسالة جماعة عاملين ايه؟ ياسمين بنت سيد شعبان عبد انا الرحيم هتكلم لأمها يعني هوصل ولكروان في رسالة نفس الوقت. لماما وهي اللي بتقول بتتكلم على ما بتسألش وما الجوازة واللي بتعملش. حصل في الجوازة اولا بابا وإن محدش حبيبي كان ونور موافق عيني انا خالص، بحبه وأمها اللي عشان هو أجبرتها على ابويا كده. وعشان هو طيب هنسمع وكويس. الرسالة ومضمون الرسالة ونرجع لبعض تاني. ثانيا ويا ريت ما انتي ساعة تنسوش ما الاشتراك بالقناة مشيتي عشان يعني مش يوصلكم كل عايزين. جديد. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ انا طالعة اتكلم يعني اوصل رسالة لماما اللي بتقول ما بتسألش وما بتعملش. اولا بابا حبيبي ونور عيني انا بحبه عشان هو ابويا وعشان هو طيب وكويس. ثانيا انتي ساعة ما مشيتي يعني مش عايزين نتكلم ونقول حاجة. ساعة ما انتي مشيتي الاول انا وبابا واخواتي كنا قاعدين عند عم عدوية، اكيد فاكرة، من غير ما افسر كلام ولا اقولك حاجة. فما تطلعيش تقولي كلام انتي مش عارفة. انتي الكلام اللي انتي بتقوليه يعني اللي انا مش هرد عليك اللي انا رديت، وانا عارفة اللي انا يعني عرفت اللي هو تعبان. انا مش موجودة عشان ان انا اجي اشوفه. انا مش موجودة عشان ان انا اجي اشوفه. قلتلك وكلمتك وكمان يعني كفاية الجوازة اللي انتي دبستيني فيها وادي النتيجة. ايه اللي بقى اللي مزعلك؟ اللي مزعلك اللي هو انا قاعدة عند عمي ومرتاحة. اللي مزعلك انا مش شايفة ان في حاجة تزعل. انا اللي قاعدة عنده مش زي ما انتي بتقولي اصل هو عمها خدها. لا انا اللي قاعدة بمزاجي. انا مش عيلة صغيرة عشان هو هيجي ياخدني وانا بقى بخاف وهقول ومش عارف ايه. لا انا اللي قاعدة بمزاجي. محدش قال لي اقعدي عشان انا الاقي نفسي مرتاحة وانا نفسيتي تعبانة والناس كلها شافت ايه اللي حصل معايا. انت الناس كلها شافت اللي حصل معايا انا في الفرح اللي هو ده ما كانش فرح. اي يوم اي واحده بتستناه ده كان اسود يوم بالنسبه لي. وكمان ساعه الجوازه اللي انت دبستيني فيها بتاعت كروان ماشي، بابا ما كانش موافق ولا عمامي برضو كانوا موافقين. انت اللي وافقتي وانت اللي خدت الراي وانت يعني عملت نفسك السكرتيره الخاصه للموضوع، وانا وافقت على كلامك ومشيت وراكي. وادي اخرة ادي اخرة اللي انا مشيت وراكي. كمان انا قاعده عند عمي ماشي، مش قاعده عند حد غريب. عمي بيحبني وبيخاف عليا ماشي، ومش هيبيعني زي ما انت كنت عايزه تبيعيني. اكنك عندك فرخه عايزه تبيعيها بقى. انا مش فرخه، انا بني ادمه زي الناس. وشكرا. طبعا الكلام ده بيتقال عشان البنت قاعدة عند عمها عدوية شعبان عبد الرحيم، ومش عاجب امها ان هي قاعدة عند عمها. ولا كروان برضه عاجبه، وبيقول ان عدوية هيضحك عليها وياخد فلوسها لان هي عاملة اغنية جديدة وجايبة مشاهدات 2 مليون. فهو بيقول ان هو هياخد فلوسها وهيرجعها تاني لأهلها، وبيقول لها ارجعي البيت فضحتيني ومش عارف ايه. المهم دي رسالة البنت لأمها، وبرضه رسالة موجهة غير مباشر لكروان واللي حصل في الفرح والجوازة واللي تم طبعا كلنا عارفين. متنسوش الاشتراك بالقناة عشان يوصلك كل جديد، وشكرا ليكم. ليكوا يا جماعه.